الحمد لله عدد خلقه ونفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف له في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا، اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل عليه عدد من لم يصلي عليه، وصل عليه كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتوسع بها الأرزاق وتحسن بها الأخلاق وترزقنا بها يا مولانا حسن الختام مع نبيك عليه السلام. آمين آمين. أما بعد، فيا عباد الله، تلا قارئنا المجيب قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه. أول ما تسمع الآية تظن أنني سأتحدث عن بر الوالدين. لا والله، نتحدث عن أقارب الوالدين، أقارب من ناحية أبويا وأقارب من ناحية أمي. وركز عشان الحديث ده جميل. قبل ما أبدأ الحديث في قضية الرزق، تلاقي الغني عمال يفكر في الرزق زي يكبر ماله، تلاقي الفقير عمال يفكر ليل ونهار ازاي رزقه يزيد. والعجيب وده من فضل الله إن ربنا لم يجعل الرزق في يد واحد من البشر. لو رزقنا في يد واحد من البشر والله كنا كلنا متنا، ما كناش أكلنا أصلا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. لا إله إلا الله. لو أنا الرزق في إيدي، لا، ما أنا خايف الرزق يخلص فمش هدي حد. ركز، ما هي الأسباب الخفية للرزق؟ إيه اللي تعمله يخلي رزقك يزيد؟ أول شيء تقوى الله. معنى تقوى الله ان انت تراعي ربنا في عملك، تراعي ربنا في حياتك، تخاف من الله عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن اتقيت ربنا يوسع رزقك. ده سبب من أسباب توسعة الرزق. إيه السبب الثاني؟ قال لي التوكل على الله. يعني ما تتكلش على مالك، على عيلتك، على حسبك، على نسبك. لا، أنا ما اتكلش غير على الله. قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا الله. ومن يتوكل على الله أغناه، ومن يتوكل على الله أرضاه، ومن يتوكل على الله كفاه. إذن السبب الثاني من أسباب سيادة الرزق
التوكل على الله. الأمر الثالث، وعاوزك تعمل الموضوع ده ليل ونهار، ان انت طول ما انت ماشي وطول ما انت قاعد تقول استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. تفضل تستغفر الله عز وجل. طب ليه؟ اقرأ قول الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ركز، ويمددكم بأموال وبنين. يعني ما تستغفر ربنا يوم ربنا يديك مال ويديك بنين. يا الله. إذن السر الثالث الاستغفار. السر الرابع أن تبعد عن معصية الله. طب ليه؟ لأن ربنا قال كده ومن أعرض عن ذكري، يعني بيعصي ربنا. وخد بالك أنا ببقى قدام الناس ولي من الأولياء، لكن بيني وبين ربنا بعصي ربنا، يقوم ربنا يعاقبني بالمعصية اللي بيني وبينه. قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة سودة، معيشة فيها هم، معيشة فيها غم. لذلك النبي بيقول ايه؟ واحد يقول لك انا بشتغل كتير بس ما فيش في الرزق بركة، او اخرج وابحث عن الرزق لكن ربنا ما بيدينيش رزق. اسمع لحديث رسول الله، يقول النبي ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. تعمل ذنب يوم ربنا ما يباركلكش في رزقك، تعمل ذنب يوم ربنا يغفر لك، يقفل في وشك ابواب الرزق. يا الله. السر الرابع او الخامس، ان انت بدل ما تروح للشيخ اشرف او لفلان تقول له ساعدني، ده انا محتاج، سلفني، هو اشرف او غيره اغنى، والله الله اغنى، الله اغنى. يا بعمل ايه؟ قال لي تدعي ربنا ليل ونهار، تدعو الله. طب اسمع كده، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ادعي شوف هيستجب ولا لا. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. اذا دعان. جرب الدعاء. سيدنا ابن عباد الصيرفي في يوم نايم من الصالحين فرأى في منامه من يقول له يا ابن عباد قم وأغث الملهوف. في واحد محتاج فروح ساعده. سيدنا ابن عباد بن الصيرفي فضل يخرج في بغداد يبحث مين اللي شافه في الرؤيا محتاج إعانة. قال فظللت أبحث في بغداد حتى وجدت مسجدا في ثلث الليل الأخير ليس فيه إلا رجل واحد، راجل واحد بس قاعد بيصلي وعمال يقول له يا رب يا رب يا رب أغثني. قال فعلمت أن هذا الرجل هو الذي رأيته في منام. قال فوضعت يدي في جيبي وأخرجت كل المال الذي معي وأعطيته في حجر الرجل. رحت مديه للراجل في حجره، ثم قلت له، أنا بقى عاوز أبين إن أنا غني، ثم قلت له أنا ابن عباد الصيرفي فإذا احتجت إلى شيء فأتني في مكان كذا وبيتي عند كذا. بيوصف له العنوان. شبه الإيمان. قال يا سبحان الله، أأترك الذي أقامك من منامك وأتى بك إلي وأذهب إلى غيره؟ أأترك باب الله وأذهب إلى باب المخلوق الفقير؟ كلا والله. إيمان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى من أسباب الرزق الخفية أن تكثر من الدعاء. من أسباب الرزق الخفية أن تصل أهل أبيك وأهل أمك. ربنا قال ووصينا الإنسان بوالديه. قال لا، مش والديه بس، وأقارب الأب وأقارب الأم. إزاي أقارب الأب؟
أقارب الأب العم والعمة، وأقارب الأم الخال والخالة، وما تولد منهما إلى يوم القيامة. تبركز إيه اللي جاب الأقارب في سعة الرزق؟ اسمع لحديث رسول الله، يقول النبي: من سره أن يبسط له في رزقه، اللي عاوز ربنا يوسع في رزقه، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يروح يزور أقاربه. يا الله، سيدنا أبو هريرة حتى لا أطيل عليكم يلقي درس في مسجد رسول الله، فلما الناس قعدت قدام سيدنا أبو هريرة قال لهم: أقسم عليكم، يعني بحلفكم بالله، أقسم عليكم لو كان بينكم قاطع رحم لا يجلس بيننا، يعني اللي ما بيزورش أقاربه ما يقعدش معانا. فخرج شاب من المجلس وكان له عمة لا يزورها منذ عشرات السنين. قال: فذهب الشاب ليزور عمته، قالت له: يا بني، لما أتيت لي في هذا اليوم؟ تبقى لك سنين ما شفتكش، معنى النهاردة جيت؟ قال: جلست أمام أبي هريرة صاحب رسول الله، فقال: أقسم عليكم بالله من كان منا لا يصل رحمه لا يجلس بيننا، ما يقعدش معانا. فقالت له: يا بني، اذهب إلى أبي هريرة وقل له: لم لا يجلس معك قاطع الرحم؟ فذهب الشاب إلى أبي هريرة وسأله: لم لا يجلس معك قاطع الرحم؟ قال: لأني سمعت رسول الله يقول: إن الرحمة لا تنزل على قوم بينهم قاطع رحم، يعني رحمة ربنا ما بتنزلش على الناس اللي فيهم واحد بس قاطع رحم. سبحان الله، واحد يجي يقول لك: يا مولانا، لا، ده انتوا بتقولوا قال الله وقال الرسول، لكن انت ما تعرفش اخويا عمل فيا ايه، ولا خالي عمل فيا ايه، ولا اختي عملت فيا ايه. ده اللي عملوه فيا لا يعمله الكافر بالكافر. ده انا لو هخش النار اخش النار، بس ما اشوفش وش خالي، ما اشوفش وش عمي، ما اشوفش وش عمتي. ليه؟ يقول لك: لا، طب تعالى بقى، الإجابة أعمل معهم إيه؟ ذهب رجل إلى حضرة رسول الله، الإجابة مش عندي، الإجابة عند النبي. ذهب رجل إلى حضرة رسول الله فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة، جماعة حبايبي قرايبي عمي وعمتي وخالي وخالتي، إن لي قرابة أصل ويقطعونني، أروح محدش يجيلي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، أديهم مساعدة فلوس وحاجات، هم يقابلوا المساعدة يعني بأجارك الله. وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال حضرة النبي: إن كنت كما تقول فإنما تسفهم المل ده ما تولع ولعة تراب بقى، بعد ما تنتهي الولعة التراب ده بيبقى ايه؟ حار مؤلم. قال: إنما تسفهم يعني بتأكلهم التراب بتاع جهنم، ولا يزال معك ظهير من الله عليهم ما دمت على ذلك. يا الله، يا مولانا، انتم بتقولوا كلام. يا أخي، هل فعل أهلك فيك مثل ما فعل إخوة يوسف بيوسف؟ إخوة يوسف خدوه ورموه في الصحراء ورموه في البير وأرادوا أن يقتلوه. في حد يعمل فخوه كده؟ سيدنا يوسف بعد 20 سنة لما قابلهم قال لهم إيه؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. يا الله، ده بيدعي لإخواته إن ربنا يغفر لهم، لكن أنت النهاردة تلاقي الواحد فينا بيقول: ربنا ياخد عمي، ربنا ياخد خال، ربنا ياخد عمتي. لا إله إلا الله. يا أخي ادعي ربنا يهديه. واحد يقول لك: أنا لا أحب أن أرى وجه خالي،
أو وجه عمي أو وجه عمتي، والله إذا كنت لا تحب أن ترى وجوههم فأنت لا تحب أن ترى وجه الله. ليه؟ لأن ربنا قال كده في الحديث القدسي: أنا الله خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. مش ربنا اسمه الرحمن واسمه الرحيم، وهي اسمها ايه؟ الرحم، صلة الرحم. قال الله: فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. يا الله، حتى لا أطيل عليكم أختم بحديثي مع سيدنا عبد الله بن الحسين، شباء الأقارب والأقارب. سيدنا عبد الله بن الحسين وقف على باب قصر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وقف على باب القصر. فسيدنا عمر بن عبد العزيز دخل القصر فوجد عبد الله بن الحسين واقف على الباب، فلما رآه ضمه وقبله وحضنه ثم أجلسه بجانبه. عبد الله بن الحسين آل بيت النبي، اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب حبيبك ونحب آل حبيبك فاحشرنا معهم يوم القيامة يا رب العالمين. لقى سيدنا عبد الله بن الحسين واقف على الباب، فلما لقاه واقف على الباب قال: لا، تعال اقعد جنبي، وقبله وحضنه وقال له: يا عبد الله، لي عندك رجاء، لي عندك رجاء بسيط. ايه هو؟ قال: إذا كانت لك حاجة عندي، لو لك طلب فأرسل إلي رسالة أو ابعث إلي رسول، ولا تأتي ولا تقف على بابي. اوعى تقف على باب عمر بن عبد العزيز. قال له: ليه؟ قال له: إني أستحي من الله أن يرى ابن بنت رسول الله واقف على باب ابن عمر بن عبد العزيز. يا الله، هو بيستحي إن ربنا يشوف حد من آل بيت النبي واقف على باب عمر بن عبد العزيز. فدعا له سيدنا عبد الله بن الحسين وقال: رحمك الله يا أمير المؤمنين وجعلك بارا برحمك، ليت كل الناس عمر بن عبد العزيز. سيدنا عبد الله بن الحسين يوصي ولده عبد الله، يقول له: يا بني ركز، لا تصاحب قاطع رحم، اللي ما بيزورش عمه وعمته وخاله اوعى تصاحبه. قال له: ليه؟ قال: فإني وجدته في كتاب الله ملعونا. معنى ملعون يعني مطرود من رحمة ربنا. قال: فإني وجدته في كتاب الله ملعونا. قال له: فين الكلام ده؟ قال: اقرأ قول الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اوعى تفتكر ان كل الأقارب صحابة من صحابة رسول الله، لا والله، ده في أقارب لا تتحملهم النار من شدة أذاهم، وده موجود في عصرنا. سيدنا أبو بكر كان بينفق على واحد من أقاربه، واحد من قرايبه كده عامل له كل شهر 2000 أو 3 يبعتهم له، بيأكله ويشربه ويلبسه. بعد كل ده سيدنا مصطح اللي بينفق عليه سيدنا أبو بكر اتهم بنت أبي بكر الطاهرة المطهرة عائشة بأنها زانية. يا الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا أخي، ده والناس كلها اتهمت عائشة، ده أبو بكر بيأكلك وبيشربك، بعد ما عمل كده اتهمها بالزنا. ركز، قال أبو بكر: والله لن أقف بجانبه مرة أخرى، والله لن أساعده مرة ثانية، مش هديله فلوس تاني. فيقوم ربنا ينزل آية جميلة يقول فيها إيه؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. أولو الفضل أبو بكر أفضل الناس في أمة رسول الله. يأتل يعني يحلف، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، يعني لازم يروح يدي لقريبه الفلوس تاني. طب ليه؟ قال الله، ودي النهاية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يبقى أنت ما تحسن لأقربك
أنت تشتري المغفرة من الله. مش معناها إن هم يستحقوا إن أنا أروح لهم، لا، ده أنا بعفو واصفح عشان ربنا قال ومن عفا وأصلح فأجره على الله. ده أنا بعفو واصفح عشان ربنا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وبعدها قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ده أنا بعفو عنهم واصفح لأن ربنا قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إيه النهاية؟ أولئك لهم عقبى الدار. إيه هي عقبى الدار دي يا رب؟ ما نعرفهاش. قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لميتنا يا رب العالمين. اللهم احشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر له ولوالدينا ولمحبينا والمقربين إلينا وكل من له فضل علينا. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد نقسم عليك بك ونتوسل إليك أن تخرجنا ألا تخرجنا من مكاننا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لا تبور. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد لا تخرجنا من الدنيا إلا وأنت راض عنا، لا تخرجنا من الدنيا إلا وأنت راض عنا. واغفر اللهم لجميع المسلمين والمسلمات. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله والله كلامك الله يخليك. حاضر حاضر، أخليك.